السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبطال تالتة إعدادي، عاملين إيه؟ كل سنة وانتم طيبين. يا رب إن شاء الله ترم جديد سعيد عليكم بإذن الله، ونجيب مع بعض أعلى الدرجات. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن شاء الله هنبدأ مع بعض دلوقتي يونت 7 ليسون 1 و 2. طبعا هنبدأ إن شاء الله النيو فوكاب والريدنج مع بعض. طبعا يونت 7 بعنوان سبورتس، يونت 7 بعنوان سبورتس يبقى الألعاب الرياضية أو الرياضات. طبعا يونت كله بيتكلم عن الرياضات وأنواعها. إن شاء الله تبقى يونت سعيد، وإن شاء الله يونت جميل علينا. نبدأ مع بعض النيو فوكاب. نايت، نايت، كلمة نايت معناها فارس. نايت، نايت. هنا لو لاحظت الكي هنا سايلنت. نايت ما نطقتش الكي. نايت، نايت. يعني ايه نايت؟ نايت معناها فارس، اللي هو الشخص المقاتل او المحارب، بس طبعا في العصور القديمة. باتل، 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 باتل. كلمة باتل معناها معركة. باتل معناها معركة. كمبيت، كمبيت. كلمة كمبيت معناها ينافس. كمبيت معناها ينافس أو يتنافس، جاي منها طبعا كلمة competition. يعني ايه competition؟ معناها مسابقة. لما نعمل competitions مثلا مسابقات ما بين الولاد وبعضهم، طبعا دي اسمها competitions. champion، champion، champion. كلمة تشامبيون معناها بطل. تشامبيون معناها بطل، وغالبا بيكون بطل رياضي. تشامبيون معناها بطل. تشامبيون بطل. تشامبيون. admiration، admiration، admiration معناها إعجاب، جاي منها كلمة admire. طبعا admire معناها يعجب بيه. admire معناها يعجب بيه. النون منها admiration. النون منها admiration معناه إعجاب. owner، owner، owner. خلي بالك لو انت ركزت هنا الاتش سايلنت، ما قلتش هونر، لا owner. كلمة honor معناها شرف أو تكريم. كلمة honor معناها شرف أو تكريم، وممكن تيجي فيرب بمعنى يكرم. يبقى هنا الاتش سايلنت، هنا الاتش سايلنت. victory، 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 victory. طبعا victory معناها انتصار. victory معناها انتصار. اللي بعدها award، award، award. award معناها مكافأة. award معناها مكافأة. sports مان شاب. sports مان شاب. sports مان شاب يعني الروح الرياضية. طبعا دي كلمة طويلة بس لازم نقسمها إلى مقاطع. سبورتس مان شاب معناها الروح الرياضية. سبورتس مان شاب. طبعا جايب لي هنا السبورتس الرياضات أو الألعاب الرياضية. جايب لي طبعا كذا نوع من الرياضات، غالبا كلهم يعتبر رياضات قديمة. discus throwing، discus throwing، discus throwing يعني رياضة رمي القرص. رياضة رمي القرص. wrestling، wrestling، wrestling. يعني ايه wrestling؟ المصارعة. wrestling معناها المصارعة. هنا طبعا الدبليو silent. wrestling، wrestling. archery، archery، archery. يعني ايه archery؟ معناها الرماية. أرشري معناها الرماية. هنا نطقت السي اتش نطقتها شه. أرشري، أرشري يعني الرماية. طبعا بيستخدموا فيها القوس والسهم. طبعا دي تعتبر رياضة قديمة. الشاريت ريسنج، الشاريت ريسنج، الشاريت ريسنج معناها سباق العجلات الحربية. الشاريت ريسنج، الشاريت ريسنج. gladiator fights، gladiator fights، gladiator fights، gladiator fights معناها قتال المصارعين. gladiator أصلا معناها مصارع.
جلاديتر معناها مصارع، فايت معناها يقاتل أو قتال، كلمة فايت معناها يقاتل أو قتال، يبقى الكلمة على بعضها جلاديتر، فايتس معناها قتال المصارعين. جودو، جودو، طبعا جودو رياضة مهمة واحنا عارفينها اسمها الجودو. طبعا هو ده المقصود بيها فن السقوط، ازاي الشخص ايه يوقع الشخص الاخر اللي قدامه، طبعا دي اسمها جودو. فنسنج، فنسنج، فنسنج معناها المبارزة، فنسنج المبارزة اللي هم اتنين بيقاتلوا بعض بالسيف، دي اسمها فنسنج، اسمها فنسنج. كريكت، 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 طبعا كريكت دي برضو رياضة قديمة. هورس رايدنج، هورس رايدنج، هورس رايدنج، طبعا رياضة ركوب الخيل. جايب لنا كويز صغير اهوت نحله مع بعض. طبعا الشامبيونز، الشامبيونز يعني ابطال. اوورد، اوورد يعني مكافأة. كمبيت، كمبيت معناها ينافس او يتنافس. اونر، اونر معناها كرم او تشريف، شرف او تكريم. نايت، نايت يعني فارس. نمبر 1، many athletes يعني الكثير من الرياضيون، كلمة athletes معناها رياضيون. كثير من الرياضيون، كثير من الرياضيون A to win أن يفوزوا بالميدالز، بالميداليات in the Olympics في الألعاب الأولمبية. يبقى كثير من الرياضيون compete. قلنا عليه كمبيت، كمبيت معناها يتنافس، يبقى الاثليتس اللي هم الرياضيون بيتنافسوا عشان يفوزوا بالميداليات في رياضة أو في دورة الألعاب الأولمبية. نمبر 2، Egyptian players يعني اللاعبون المصريون work hard يعملوا بجد to become لكي يصبحوا world لكي يصبحوا عالميين. طبعا champions يعني champions أبطال، يبقوا أبطال عالميين. نمبر 3، it's a or an a to represent من ال A أن تمثل، كلمة represent معناها تمثل your country دولتك in the international games في الألعاب العالمية أو الدولية. طبعا إنه من الشرف، يبقى يعني شرف أو تكريم اللي هي كلمة honor، كلمة honor. نمبر 4، she received يعني هي استلمت A or an A for her great achievements. طبعا واخدين قبل كده كلمة achievements معناها إنجازات، معناها إنجازات، يبقى هي استلمت إيه من أجل إنجازاتها العظيمة. إيه اللي باقي لي؟ award ونايت. طبعا إحنا قلنا نايت معناها فارس، award معناها مكافأة، يبقى الإجابة الصح بتاعتنا هتبقى award. قلنا يعني إيه award؟ يعني مكافأة أو جائزة. نكمل مع بعض نيو فوكاب ليسون 1. الكلمة اللي جاية دي مهمة جدا جدا جدا، كلمة ايه؟ فير بلاي، فير بلاي يعني ايه فير بلاي؟ يعني لعب نزيه. كلمة فير أصلا فير معناها عادل أو من العدل، فير معناها عادل أو من العدل. خلاص، فير بلاي على بعضها معناها لعب نزيه أو لعب نظيف. جميل. كالشر، كالشر، كلمة كالشر معناها ثقافة. The Middle Ages، The Middle Ages، The Middle Ages معناها العصور الوسطى. Peace، Peace، طبعا peace معناها السلام، الأوبوزيت بتاعها أو العكس بتاعها War. يعني إيه War؟ حرب. War يعني حرب، Peace يعني السلام. Olympic Games، Olympic Games، Olympic Games يعني الألعاب الأولمبية. طبعا احنا كده كده إن شاء الله لما نيجي نقرأ الريدنج هنعرف الأولمبيك جيمز طبعا إن دي كومبيتيشن، مسابقة بتقام كل 4 سنين، كل 4 سنوات. يبقى أولمبيك جيمز معناها الألعاب الأولمبية. أثليت، أثليت، أثليت
يعني رياضي. athlete رياضي. inspire inspire يعني إيه inspire؟ يلهم. inspire معناها يلهم. physical physical طبعا البي اتش عندي هنا بنطقها اف. physical 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 يعني بدني. physical معناها بدني. generations 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 أجيال. نكمل مع بعض listen to. value 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 طبعا value ممكن تيجي verb فعل بمعنى يقيم. value معناها يقيم. ممكن تيجي noun بمعنى قيمة. قيمة أخلاقية. طب لو هتيجي verb الماضي منها إيه؟ valued أزود لها دي. أزود لها دي. opponent opponent أو rival. opponent أو rival. opponent أو rival معناها منافس. كلمة opponent معناها منافس بيساوي طبعا كلمة rival. injured 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 معناها مصاب. chance 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 معناها فرصة. chance فرصة أو chance فرصة. attack attack طبعا attack معناها يهاجم أو هجوم. attack معناها يهاجم أو هجوم. weak point weak point weak point معناها نقطة ضعف. weak أصلا احنا عارفين إن كلمة weak يعني ضعيف. يبقى weak point معناها ضعف أو نقطة ضعف. decision decision كلمة decision معناها قرار. decision decision طب يا ترى decision لو نفتكر كده كان بيجي قبلها الفيرب ايه؟ أي فعل بالظبط. ممكن make decision. ممكن أقول make a decision معناها يتخذ قرار. make a decision معناها يتخذ قرار. وينفع برضه take a decision يتخذ قرار. focus focus طبعا focus معناها يركز. focus focus معناها يركز. ولو هيجي بعدها حرف جر بيكون on معناها يركز على. focus on يركز على. focus on يركز على. advantage 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 معناها ميزة أو أفضلية. earn 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 معناها يكسب مال أو قيمة. remind remind طبعا remind معناها يذكر. remind يعني بيذكر شخص بشيء. إنما كلمة remember لو تفتكر كلمة remember معناها يتذكر. remember يتذكر. remember يتذكر. prove prove كلمة prove معناها يثبت أو يبرهن. prove يثبت أو يبرهن. البسط منها طبعا proved أحط لها دي. honesty 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 يعني الأمانة. هنا برضو تاخد بالك إن حرف الاتش هنا جاي silent. honesty honesty. injury injury طبعا injury معناها إصابة أو جرح. جاي منها injured injured يعني ايه injured؟ يعني مصاب. الصفة بإيه منها؟ injured معناها مصاب. طبعا جايب لنا شوية definitions كده تعريفات نقراهم كده مع بعض وناخد بالنا منهم عشان مهمين جدا. جايب لي طبعا أول إيه definition night night. قلنا يعني إيه night؟ طبعا night معناها فارس. night معناها فارس. night معناها فارس. طب يعني إيه بقى؟ عبارة عن soldier يعني جندي in the middle ages في العصور الوسطى. في العصور الوسطى. يبقى السولجر اللي هو الجندي أو المقاتل اللي كان موجود في العصور الوسطى نقدر نقول عليه نايت. قلنا عليه نايت. نايت طبعا معناها فارس. طيب تشاريت تشاريت كلمة تشاريت معناها عجلة حربية. تشاريت معناها عجلة حربية. طب يعني cart pulled by horses يعني عربة تجر بواسطة الهورسز الخيول.
عربة تجر بواسطة الخيول. فير بلاي، لسه قايلين مع بعض دلوقتي كلمة فير بلاي معناها لعب نظيف. فير بلاي معناها لعب نظيف، يعني treating المعاملة، أو treating others يعني معاملة الآخرين honestly يعني بأمانة in games في الألعاب. طيب عندي شوية expressions كده لازم نحفظها كويس، وبعض الأفعال بتيجي مع بعض النوز الأسماء، خلاص لازم نحفظها كويس. يعني زي show strengths، show strengths، show strengths، show strengths. يعني ايه show strengths يا بطل؟ يعني يظهر القوة. show strengths، show strengths، show strengths، show strengths، show strengths، show strengths. أو show respect، show respect، show respect يعني يظهر الاحترام. يبقى show بيجي معاها strengths أو respect. bring communities together، bring communities together يعني توحد المجتمعات. inspire generations، inspire generations معناها تلهم الأجيال. practice a new sport، practice a new sport، practice a new sport يعني يمارس رياضة جديدة. stay strong، stay strong، stay strong يعني يبقى قويا، يبقى قويا. do daily tasks، do daily tasks، do daily tasks معناها يقوم بالمهمات اليومية. كلمة tasks بيجي معاها الفعل do، كلمة tasks بيجي معاها الفعل do يعني يقوم بالمهمات. win a medal، win a medal، win a medal معناها يفوز بميدالية. طبعا الاوبزيت بتاعها lose، يبقى عكس win lose، عكس win lose. win يفوز، lose يخسر. lose a match، lose a match يعني يخسر مباراة. highlight values، highlight values معناها يبرز القيم. highlight معناها يبرز أو يركز على، برضو values معناها القيم، values معناها القيم. طبعا وهنبدأ دلوقتي الريدنج lesson 1 و 2، وطبعا نركز جدا عشان خاطر قراءة الريدنج مهمة جدا، ونقدر نحفظ منها كلمات ونعرف ناخد منها جمل بالنسبة للباراجراف. نبدأ إن شاء الله. طبعا التايتل بتاع العنوان بتاعي اسمه The History of Sport، The History of Sport يعني تاريخ الرياضة. The History of Sport يعني تاريخ الرياضة. Sport has been part of human life يعني الرياضة كانت جزء من الحياة البشرية for thousands of years لآلاف السنين، لآلاف السنين. In ancient times في العصور القديمة. كلمة ancient معناها قديم، طبعا times جاية هنا بمعنى عصور. في العصور القديمة people competed، طبعا الناس تنافست. طبعا خلي بالك هنا بدأ الجملة او في هنا في الباراجراف ده عندي 4000 of years يعني منذ آلاف السنين او لآلاف السنين. كده كل كلامنا في الباست سمبل الماضي البسيط. عشان كده قال لك people competed، الناس هنا طبعا تنافست. هنا الكلام في الباست سمبل في الماضي البسيط، يبقى الناس طبعا تنافست. to show strengths، to show strengths، to show strengths معناها لكي تظهر القوة. كلمة show strengths معناها تظهر القوة. ده مش بس كده، speed السرعة and skill، skill طبعا كلمة skill معناها مهارة، skill معناها مهارة. for example على سبيل المثال the Olympic Games، the Olympic Games يعني الألعاب الأولمبية began بدأت in Greece، طبعا بدأت الألعاب الأولمبية في اليونان. كلمة جريس معناها اليونان. أمال يعني إيه جريك؟ طبعا جريك معناها يوناني، كلمة جريك معناها يوناني. يبقى الأولمبيك جيمز الألعاب الأولمبية بدأت في اليونان more than
700 years ago، يعني بدأت منذ أكثر من 2700 سنة مضت. يبقى الألعاب الأولمبية بدأت منذ أكثر من 2700 سنة مضت. They included، طبعا الأولمبيك جيمز اشتملت على running الجري، wrestling المصارعة، and discus throwing يعني رياضة رمي الأقراص. These games هذه الألعاب were not only for fun، طبعا الألعاب دي ما كانتش لمجرد fun المتعة والمرح، أمال إيه بقى؟ but also ولكن أيضا to bring communities together. الإكسبريشن ده مهم جدا. to bring communities together. bring communities together يعني توحد الشعوب أو المجتمعات مع بعضها البعض. bring communities together معناها توحد المجتمعات مع بعضها. bring communities، طبعا كلمة community معناها مجتمع. طيب later فيما بعد إيه اللي حصل؟ The Romans اللي هم الرومان enjoyed استمتعوا sports بالرياضات such as يعني مثل such as معناها مثل gladiator fights يعني قتال المصارعين. طبعا أيام الرومان كانوا بيجيبوا الجلاديترز اللي هم المصارعين ويتقاتلوا مع بعض، وطبعا عشان الناس تشاهد هذه المصارعة. يبقى كلمة gladiator fights معناها قتال المصارعين. and chariot racing chariot racing معناها سباق العجلات الحربية. chariot racing معناها سباق العجلات الحربية. although بالرغم some of these هذه الرياضات were dangerous كانت مالها dangerous يعني dangerous خطيرة. they showed هم طبعا أظهروا how important sport كيف كانت الرياضة important مهمة was in Roman culture في الثقافة الرومانية. يبقى الجماعة الرومان كانوا بيهتموا جدا بالسبورتس بالرياضات. طبعا هم كانوا بيستخدموا الرياضات دي مش مجرد للمتعة بس، أمال كان إيه؟ طبعا بيستخدموها في الحروب، فكانت مهمة جدا بالنسبة ليهم. In the Middle Ages في العصور الوسطى people الناس in Europe في قارة أوروبا practiced تدربوا أو مارسوا archery. يعني إيه archery؟ يعني رياضة الرماية، بس الرماية طبعا بالقوس والسهم. horse riding ركوب الخيل and fencing. يعني ايه fencing؟ رياضة المبارزة. طبعا لو انت لاحظت ان الرياضات الثلاثة دول اصلا هم كانوا بيستخدموها في الحروب. These activities هذه الأنشطة prepared. يعني ايه prepared؟ طبعا prepare معناها يعد أو يجهز. prepare يعد أو يجهز. هذه الأنشطة كلها طبعا كانت بتجهز knights. قلنا يعني كلمة knight يعني فارس. فارس. طبعا هنا الكي ايه؟ طبعا الكي هنا silent. كانت بتجهز الفرسان for battles للمعارك and they also وهم أيضا became forms of competition وكانوا أصبحوا برضو أشكال من الكومبيتيشن. قلنا يعني إيه competition؟ معناها مسابقة أو منافسة. modern sports يعني إيه modern sports؟ الرياضات الحديثة started to grow in the 19th century. طبعا الرياضات الحديثة بدأت اللي هي تزداد. كلمة grow in معناها تزداد. grow in معناها تزداد. بدأت اللي هي تزداد in the 19th century. 19th century يعني في القرن ال19. 19 يعني 19 century يعني القرن. فوتبول تنس and cricket كرة القدم والتنس والكريكت مالهم became أصبحوا popular. طبعا كلمة popular معناها مشهور بتساوي كلمة famous.
كانوا مشهورين طبعا in England في إنجلترا and soon spread across the world وسرعان ما انتشروا في طبعا العالم كله. The modern Olympic Games دورة الألعاب الأولمبية الحديثة مالها؟ were restarted يعني ايه were restarted؟ يعني أعيد افتتاحها in 19 أو in 1896 in 1896 في سنة 1896 in Athens في أثينا. طبعا أثينا دي اللي هي في اليونان، عاصمة اليونان. and today واليوم they are a global event. طبعا الألعاب الأولمبية دي دلوقتي أصبحت global event يعني حدث عالمي. كلمة global event معناها حدث عالمي. global event where حيث athletes الرياضيون from many countries من دول كثيرة compete in peace تتنافس بسلام. compete قلنا معناه يتنافس. in peace معناها في سلام أو بسلام. sport الرياضة is now practiced بتمارس الآن. الرياضة بتمارس الآن not only ليس فقط for winning من أجل الفوز but also ولكن أيضا for teamwork. يعني ايه teamwork؟ معناها العمل الجماعي. يبقى الرياضة مش مجرد للويننج بس، للفوز بس، أمال إيه؟ لا، بنتعلم منها teamwork. يعني ايه teamwork؟ العمل الجماعي. fair play يعني اللعب النزيه أو اللعب النظيف. and health طبعا والصحة. احنا لما نمارس رياضة بتبقى الهيلث بتاعتنا كويسة جميلة جدا. طيب it continues طبعا بتستمر. it continues بتستمر to connect people لكي بتستمر في ربط الناس أو التواصل مع الناس. create friendships وطبعا خلق أو إنشاء صداقات. and inspire وتلهم new generations الأجيال الجديدة. وتلهم الأجيال الجديدة. طبعا بعد قراءة الريدنج يلا بينا نحل الأسئلة الخاصة بيه. ركز بقى كده معايا. بسم الله. Number 1 we should be people who have made our life better. يجب علينا الناس الذين جعلوا حياتنا better يعني أفضل. طبعا هنا الإجابة الصحيحة تبقى honor. يعني ايه كلمة honor؟ honor معناها يكرم أو يشرف، يبقى honor. Number 2 many young athletes كثير من الرياضيون الشباب. احنا قلنا كلمة athletes معناها رياضيون، young يعني الشباب. train hard يعني ايه train hard؟ يعني يتدربوا بجد. so لذلك they can in national sports events يستطيعوا في أحداث رياضية قومية. طبعا هتبقى compete. قلنا كلمة compete معناها يتنافس. كلمة compete معناها يتنافس. Number 3 our football team فريقنا لكرة القدم became the national أصبح القومي after winning the final بعد الفوز في النهائي. يبقى أصبح طبعا champion. قلنا يعني ايه كلمة تشامبيون؟ تشامبيون معناها بطل. تشامبيون معناها بطل. Number 4 the students looked at their teacher. الطلاب نظروا إلى معلمهم with great بإيه عظيم for his great leadership. طبعا من أجل قيادته العظيمة أو الرائعة. يبقى الطلاب نظروا إلى معلميهم أو إلى معلمهم بأدميريشن. قلنا كلمة admiration معناها ايه؟ admiration معناها إعجاب. admiration معناها إعجاب. Number 5 good means playing fair. الجيد يعني اللعب fair بشكل نظيف and respecting واحترام others الآخرين and competitions في المسابقات. طبعا ده تعريف relationship ولا friendship ولا sportsmanship ولا leadership. طبعا دي معناها طبعا
الروح الرياضية، الروح الرياضية. يبقى سبورتس مانشب، سبورتس مانشب، سبورتس مانشب معناها الروح الرياضية. Number 6. A is a cart pulled by horses، يعني عربة تجر بواسطة الخيول. طبعا ده تعريف ايه؟ اتشاريت. قلنا عليه كلمة اتشاريت. طبعا اتشاريت معناها عجلة حربية، اتشاريت معناها عجلة حربية. Number 7. He competed، هو تنافس with honor بشرف and refused to take advantage، ورفض اللي هو يستغل. خلاص. The phrase take advantage، كلمة take advantage here means معناه ايه هنا؟ away from، look for، ask for، ولا benefit from؟ طبعا benefit from معناها يستفيد من، benefit from معناها يستفيد من، طبعا بتساوي take advantage. He had the chance، هو كان لديه الفرصة to attack، أن يهاجم his rivals. قلنا كلمة rival معناها منافس، بتساوي كلمة opponent. his rivals weak point، اللي هو يقدر يهاجم نقطة ضعف الايه؟ الخصم أو المنافس. the phrase العبارة weak point يعني نقطة ضعف is similar to meaning in أو in meaning to إيه؟ طبعا بتساوي في المعنى كلمة إيه؟ weakness ولا task ولا opportunity ولا luck؟ احنا قلنا كلمة weak point يعني نقطة ضعف. إيه اللي بيساويها هنا؟ كلمة weakness. كلمة weakness معناها ضعف. Number 9. رشوان proved، محمد رشوان طبعا البطل المصري في الجودو أثبت ذات أن honesty، قلنا كلمة honesty معناها الأمانة and respect والاحترام can make someone، يمكن أن يجعل شخص ما إيه؟ champion. طبعا قلنا champion معناها بطل، طبعا ده هيجعل الإنسان بطل حقيقي. يعني إيه كلمة حقيقي أو واقعي؟ طبعا كلمة real. نمبر 10. سبورت كان الرياضة يمكن A communities together، قلنا كلمة communities معناها مجتمعات. الرياضة تقدر اللي هي توحد المجتمعات معا. يعني ايه توحد بقى؟ احنا قرأناها في الريدنج bring communities together، bring communities together معناها توحد المجتمعات معا. 11. both the young and the old، يعني كلا من الشباب and the old وكبار السن can a part in games and activities، يمكنهم ايه في الالعاب والانشطه. طبعا الفيرب ده مهم جدا اسمه take part in، معناه يشارك فيه. take part in يشارك فيه. وبرضه بتساوي عندي كلمه اسمها participate. participate يعني ايه participate؟ برضه معناه يشارك. هنا طبعا جايب لي كلمة part in، يبقى هنا هجيب take، يبقى كده ناقص take. يبقى take part in معناها يشارك فيه، take part in يشارك فيه، بتساوي عندي كلمة participate برضه ايه معناها يشارك. Number 12. The word ancient، كلمة ancient طبعا قلنا كلمة ancient معناها قديم أو عتيق. has the same meaning لديها نفس معنى كلمة very old. very old يعني ايه very old؟ قديم جدا. the antonym of strength، طبعا كلمة antonym معناها مضاد. كلمة antonym معناها مضاد. مضاد كلمة strength، قلنا كلمة strength معناها القوة. طب عكس القوة الضعف. يعني ايه بقى الضعف؟ كلمة weakness. كلمة الضعف يعني weakness. when we add the suffix لما نضيف الناهية، طبعا كلمة suffix معناها مقطع يضاف في نهاية الكلمة. ناهية to compete لكلمة compete it becomes a noun. طبعا compete معناه ينافس.
ده فيرب اهو. طب دلوقتي لو انا ضفت لها ايه تصبح نون، اسم. طبعا احنا واخدين كلمة competition معناها مسابقة او منافسة، يبقى هضيف لها المقطع شن. competition معناها مسابقة. 15. A means treating، يعني treating، كلمة treating معناها معاملة. كلمة treating معناها معاملة. معاملة الأذرز الآخرين honestly، بأمانة، in games، في الألعاب. يبقى طبعا ده اسمه fair play. قلنا مع بعض كلمة fair play معناها لعب نزيه أو لعب نظيف. 16. the player، اللاعب. the player couldn't finish، لم يستطع أن ينهي the game، اللعبة، because he was إيه، لأنه كان إيه، injured. طبعا كلمة injured معناها مصاب، injured معناها مصاب. They were، هم كانوا A of the race، بالسباق. They won the gold medals، طبعا هم فازوا بالميداليات الذهبية. طبعا طالما فازوا بالجولد ميدالز، الميداليات الذهبية، يبقى هم كانوا champions. كانوا champions. يعني ايه champions؟ يعني أبطال. champions معناها أبطال. My father always inspires me، دايما بابا بيلهمني أو يشجعني to do better، لكي أؤدي الأفضل. This means، هذا يعني that he a me، هو كده بابا يبقى إيه؟ يشجع طبعا. يعني إيه كلمة يشجع؟ encourages. encourages. encourages معناها يشجع. جميل. طبعا احنا واخدين برضو كلمة encourage بتساوي support. كلمة encourage بتساوي support. he was happy، هو كان سعيد when he reached، لما وصل طبعا أو حقق الجولز بتاعته. طبعا جولز الأهداف. the word reached، كلمة reached has the same meaning، لديها نفس معنى كلمة إيه؟ lost ولا missed ولا achieved ولا blamed؟ طبعا احنا واخدين قبل كده كلمة achieve معناها يحقق أو ينجز. achieve يحقق أو ينجز، وجاي منها achievement. يعني ايه achievement؟ يعني إنجاز. يبقى هنا الإجابة الصح هتبقى achieved. You should، يجب عليك إيه a new sport to stay fit، يجب عليك إيه رياضة جديدة لكي تبقى fit، يعني لائق بدنيا. طبعا عندي كلمة sport بيجي معاها الفعل practice. كلمة practice طبعا معناها يتدرب أو يمارس. They played، هم لعبوا the match، المباراة، well جيدا، and إيه a medal، وإيه بميدالية. طبعا فازوا بميدالية. يعني إيه يفوز؟ win، والماضي طبعا من win won. The word respect، يعني كلمة respect is the closest in meaning، يعني الأقرب معنى ليها بيكون إيه؟ أنا قلت respect معناه يحترم. معنى يحترم اللي هو بيكرم شخص أو يشرفه. يعني إيه يكرم؟ honor، يكرم honor. The suffix شب، المقطع شب. المقطع شب. and friendship. friendship، طبعا كلمة friendship معناها صداقة. friendship معناها صداقة. بيغير الكلمة إلى إيه؟ طب كلمة friendship دي معناها الصداقة، طب كلمة الصداقة دي إيه؟ طبعا ده اسم. يعني إيه اسم بقى؟ يعني noun. طبعا اسم يعني noun. The words admiration، كلمة admiration and appreciation معناها تقدير، بيكونوا طبعا بينهما ايه؟ الاعجاب والتقدير، الاتنين اكيد مترادفين. يعني ايه بقى مترادفين؟ synonyms. synonyms معناها مترادفين. اخر سؤال معايا the prefix re، المقطع re في كلمة restart means، يعني طبعا معناها again. كلمة restart المقطع فيها ري معناها again. يبقى احنا كده خلصنا حل الاكسرسايز الخاص بليسن 1 و 2 على النيو فوكاب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.